فهم المشاعر ديالك قبل ما دير اي حد. الحدود الحقيقيه ما كتجيش بالغضب ولا النرفز. تخيل حياتك بحال دار بابها محلول ديما، كيدخل ليها اللي بغا في وقت اللي بغا بلا ما كيطلب الاذن. شي ناس كيجلسوا باحترام، وشي ناس كيدخلوا يقلبوا ويبهدلوا لك الفراش، وشي اخرين كيحلوا الخزانه الخاصه ديالك وكياخذوا اللي بغاو وكيمشيو بحال الا ما وقع والو. وفي واحد اللحظه كتلقى راسك عييتي، ماشي حيت الناس خايبين، ولكن حيت انت اللي ما كنتيش واضح مع راسك. ما قلتيش هادي داري، هادي مساحتي، وهنا الحدود ديالي. ومن هنا غتبدا الرحله ديال الفهم الحدود. هاد الخطوط اللي ما رسمتيهاش فوق الارض، ولكن كترسم في القلب وفي العقل وفي العلاقه ديالك مع راسك ومع الناس. والسؤال اللي كيبقى، كيفاش نحط الحدود بلا ما نحس بالذنب؟ اولا، فهم الحدود راه ماشي قساوه، الحدود عنايه بالروح. كاملين تربينا في الثقافه اننا كنضحيو، كيقولوا لينا السكوت زوين، واننا نرضيو الجميع، وان القلب كيصبر على كل شيء. راه هذاك اللي كيصبر راه هو المزيان. وحتى ولينا كنخافوا نقولوا ما قداش هادشي كيضرني، ولينا نحشموا نقولوها. ولكن الحقيقه واضحه، الطيبه بلا حدود كتولي استنزاف، والعطاء بلا وعي كيولي عبء على اللي كتعطيه. حيت شي نهار تقدر تطيح، وملي غطيح راه ما غيعاونك حتى واحد. الحدود ماشي انانيه، الحدود ضمانه باش تبقى بخير. ثانيا، درب راسك على الاحساس بالاستحقاق. المشكل ماشي في لا، المشكل اننا كنحسو اننا ما نقدروش نقولوها، حيت كنخافوا نخسروا الناس، كنخافوا يقولوا لينا تبدلنا ولا ولينا قاصحين. ولكن تفكر، ماشي ضروري تضيع راسك باش تبان زوين. اللي كيبغيك بصح ما غاديش يغضب حيت اعتنيتي براسك ولا احترمتي الذات ديالك. حيت ملي كتحترم ذاتك راه ماشي انقطاع عن الناس، ولكن اخيرا بديتي كتحب نفسك حتى هي. ثالثا، فهم المشاعر ديالك قبل ما دير اي حد. الحدود الحقيقيه ما كتجيش بالغضب ولا النرفز، كتجي بالوعي وبالعقل. قبل ما تقول لا، سول راسك علاش انت ما مرتاحش. واش هاد الطلب كيتجاوز طاقتي؟ واش هاد العلاقه متوازنه؟ هاد الوقت ديالي ولا الوقت ديال شي واحد اخر؟ واش غادي نقبل هاد الشيء غير باش ما نغضبش الناس؟ نهار غتعرف علاش غتفرض راسك، غادي تولي ثابت اكثر ومرتاح اكثر. رابعا، الحدود ماشي هروب، الحدود راه تنظيم. الناس اللي كيخربقوا بزاف كيظنوا ان الحدود كتساوي هي القطيعه، لكن الحدود انواع. الوقت اللي كتمنحو لخدمتك ولا راحتك، المساحه العاطفيه ديالك، القرارات اللي خاصك غير بك انت، الكلام اللي كيتقبل والنبره اللي كتسمع بها. شحال الحاجات كتشاركهم في حياتك، وشحال كتحتفظ بهم لنفسك، وشحال كتدخل في المشاكل ديال الناس. مرات الحد مع الناس كلمه، ومرات مسافه، ومرات صمت، ومرات انسحاب هادي. الحدود ماشي حرب، الحدود فن في اداره المسافه. خامسا، استعمل لغة هادئة وواضحة. ماشي المهم تحط الحدود، المهم كيفاش تحطهم. استعمل مثلا شي جمل، مثلا بحال بغيت غير شوية د الوقت لراسي، فاهمك ولكن ما قدش دابا، ما يمكنش دابا تن شوية، ما كيعجبنيش نهضر بهاد الطريقة، غادي نفكر ونرجع ليك، هاد الموضوع خاص بينا. هاد الشي كله بقى تستعملو الا ما بغيتيش ان الانسان يتدخل لك في الحاجات ديالك. هاد الشي ماشي قساوة، هاد الشي راه نضج. سادسا، غادي تحس بالذنب، وخلي الذنب يمشي. طبيعي في الاول، حيت حنا بشر باغيين الرضا، كنخافوا الرفض. ولكن سول راسك، شنو هو الثمن ديال ارضاء الناس على حسابك؟ طبيعة الحال كاين القلق والتعب راه هما الوالا، من بعد كيجيك الاستنزاف العاطفي والغضب المكبوت من داخل ديالك، ما كتقدرش تخرج الاعصاب ديالك وكيبقاو يتشدوا في الداخل، وهادشي راه ما مزيانش. فقدان الذات، علاقات غير متوازنه كتبقى مبرزط ها نتايا مع الانسان ولكن كتنافقوا. الذنب مرات ماشي دليل انك غلطتي، غير هو صوت قديم تربيتي عليه. خاصك تعلم قلبك الحقيقه، من حقي نحمي راسي، وديما نرددها، كتقول مع راسك من حق انني نحمي راسي. سابعا، ما توقعش من الجميع يصفق ليك. ملي تبدا تحط الحدود غادي يكونوا الناس كيتقلقوا سيدي، ماشي حيت غلطتي ولكن حيت ما بقيتيش كتهبط راسك. الحدود كتبين نوع الناس، اللي كان معاك حيت غير هو مرتاح راه غيبعد، اللي قلبو نقي غادي يفهم. وفي هذا في حد ذاته راه نعمه، ماشي كل خساره خيبه، بالعكس تقدر تكون بدايه راحه. ثامنا، الحب الحقيقي ما كيخفاش من الحدود.
اللي كيبغيك غادي يحترم وقتك وطاقتك ومشاعرك، غادي يحترم لا اللي وليتي كتقول، بحال إلا كيحترمك ملي كتقول ليه نعم. العلاقة اللي ما فيهاش مسافة كتخنق، والحب الناضج ما كيحتاجش التضحية دائما، كيحتاج وضوح ومساحة آمنة. تاسعا الحدود كتعطيك حياة أخف وأصدق. ملي كتقول وصافي هادشي بزاف كتحس براسك أهدأ، حاضر أكتر، صادق مع ذاتك، ماشي خايف من فقدان الناس. قادر تعطي حب نقي من قوة ماشي من خوف، وانت كتولي كتعطي من امتلاء ماشي من فراغ. وفي الأخير غنقول لكم، وضع الحدود ماشي قرار ديال نهار وليلة، هادشي راه ممارسة تبنيه صغير خطوة بخطوة. مرات غادي تغلط، مرات غادي تبالغ، مرات غادي ترجع الخطوة، ماشي مشكل. المهم راك غادي في الاتجاه الصحيح، اتجاه ديال نفسك. احترم الذات ماشي رفاهية، احترام الذات ضرورة. والناس اللي كيستاهلوك غيبقاو معاك، واللي ما كيحترموكش الله يعاونهم. حط حدودك بسلام وكون طيب، ولكن بلا ما تضيع روحك. كاين فرق كبير تكون زوين ولا تكون قابل للاستنزاف.